رمضان كريم. من مطبخ يمي عم نحضر وصفتنا اليوم، وصفة محببة عند الكل. رح بنحضر سمبوسة، ولكن رح نحضرها نوعين، سمبوسة اللحم وسمبوسة الدجاج. خلونا نتابع الخطوات. طبعا أنا عم بحضر السمبوسة. اليوم اخترت اللحمة من أمريكانا والدجاج أيضا من أمريكانا اللي هو حلال 100%، متوفر بالسوق المحلي. لنبلش معنا الخطوات. نبتدي بنحمي المقلاية وبنحط عليها شوية زيت زيتون. رح ننطر شوي على الزيت تمنه يحمى، وبعدين رح نضيف البصل وبنضيف اللحم. طبعا لحمة الأمريكانا هي معروفة عند ستات البيوت، فهو منتج مثل ما حكينا متوفر بالسوق المحلي بكل الماركتات، طعمته كتير طيبة. كمان رح نحضر الدجاج. هلا حميت معنا قلاية، رح نضيف عليها بصل. بنفس الوقت أنا رح أحضر المقلاية الثاني كرمال نحضر الدجاج. كمان رح نضيف شوية زيت. هلا البصل ابتدى يتكرمل، ما بدنا كثير نحمر البصل، بس بدنا اياه يتكرمل شوي حتى تبين الطعمة فيه. نضيف كمان البصل على المقلاية الثانية كرمال نحضر الدجاج. هلا أنا رح أضيف على البصل رشة صغيرة فلفل أسود، ومباشرة رح أضيف اللحمة. نحركها كويس وننطر حتى يبردوا. هلا هون للدجاج رح أضيف هلا الثوم والزنجبيل كرمال ياخذوا الطعمة مع بعضهم. رح أضيف شوية زنجبيل، ولا أضيف الكمية هاي كلها. رح أضيف شوية ثوم. رح أضيف رشة من السبع بهارات. القرفة البودرة أنا بحب أضيف عليها القرفة. رح أحركهم شوي. حط شوية ملح. مع حشوة الدجاج بتعقد. رح أضيف الدجاج من أمريكانا. رح أضيف البهارات على الدجاج. عندي رشة من الكمون، رشة صغيرة من السبع بهارات. رح أضيف رشة صغيرة ملح، يمكن بدنا شوية زيت زيتون هون بعد. هلأ رح ننطر لمنهم ينشفوا، بعدين رح نصفيهم. بس قبل ما نصفيهم رح أضيف أنا الصنوبر على اللحمة، شوية صنوبر على الدجاج، ورح أضيف كمان لوز محمر. وهلأ صار الوقت إني أضيف البازيلا. هيك تقريبا صاروا عندي جاهزين، فأنا رح بردهم ونبلش نحضر السمبوسة. هلأ الحشوة صارت عندنا جاهزة، بردتها. رح نبلش نلف السمبوسة. طبعا عندنا نحن رقاقات الفلوبيستري. أحيانا بنواجه مشكلة بتسكير حبة السمبوسة، فأنا حضرت طحين مع المي فقط. رح نسكر فيها السمبوسة. فينا نبتدي قبل ما نحط الحشوة على الأطراف. رح نحضر أول وحدة. نبلش بالدجاج، بنلفها بشكل مثلثات، السمبوسة المعتاد. هلا رح نشيلهم على جنب ونحضر اللحم بنفس الطريقة. رح نبتدي نسقط حبة وحدة بالأول تنشوف الزيت. هلا رح نسقط الدجاج، وهيك السمبوسة الدجاج أصبحت جاهزة. هلا رح نقلي اللحمة ونروح نحضر التغميسة مع بعض. عندنا هيك السمبوسة جاهزين. رح نحضر مع بعض التغميسة المرافقة. رح نضيف طحينة أو طحينية، نحط معهم شوية روب، زبادي، نكسهم كويس، نحط عليهم رشة ملح. هيك صاروا عندي جاهزين. رح احطهم مع السمبوسة كمرافق. رشة صغيرة من السماق. وهيك السمبوسة صارت جاهزة. استعملنا فيها اللحم والدجاج من أمريكانا. يا رب تكون عجبتكم الوصفة.